دقائق فلسطينية في زمن المقتلة الكبرى والخذلان الكبير والهوان العربي الكبير. سأتحدث في محورين: الأول بالغ الأهمية وهو سلسلة الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية، وتحديدا اعتراف بريطانيا المملكة المتحدة. لماذا تحديدا بريطانيا؟ لرمزية هذا الاعتراف. أولا، بريطانيا هي من أسست الكيان الإسرائيلي. وعد بلفور هو الذي أقام إسرائيل على أنقاض الشعب الفلسطيني وأراضي الشعب الفلسطيني، وهجر الشعب الفلسطيني وتسبب بالنكبة، وكان الإعلان السياسي الأهم في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. طبعا الحركة الصهيونية تعود أطماعها إلى ما قبل وعد بلفور، يعني 1890 وحتى 1840 كان هناك مؤتمر في لندن بحث فيه الصهاينة فكرة قيام كيان لهم في فلسطين المحتلة. لكن المؤرخين كلهم يعتبرون وعد بلفور هو الوثيقة الرسمية السياسية الأهم والأولى، والتي شكلت تحويل لهذا المشروع الصهيوني من مخطط، من أفكار إيديولوجية، من مشاريع نظرية، إلى وثيقة سياسية يتكئ عليها في تنفيذ هذا المشروع. وبطبيعة الحال في ذلك الوقت كانت بريطانيا هي مثل أمريكا اليوم، كانت هي القوة العظمى الأولى. نحن نتكلم عن 1917، يعني كانت الإمبراطورية البريطانية في عز مجدها، وكانت هي التي تدير العالم ولا تغيب عنها الشمس. وبالتالي هذه الرمزية مهمة، أنه اعتراف بريطانيا مهم. ثانيا، مهم لأنه رغم الضغوط الأمريكية التي مارسها ترامب وتمارسها عموم الإدارات الأمريكية، إلا أنه تم الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وهذا يعني مؤشر مهم، لأنه احنا أي مساحة محدودة من الفوارق والهوامش في الاختلاف بين القوى الغربية هذا مهم في المسألة الفلسطينية. بمعنى الموقف الأمريكي متطرف في أقصى اليمين، أقصى اليمين، أي بوادر لهوامش محدودة ولو محدودة في الموقف من القضية الفلسطينية فهذا جيد. ثلاثة، هل الاعتراف هو حصيلة نجاح أو هو نجاح للدبلوماسية الفلسطينية؟ الحقيقة هو لا، بكل صراحة. يعني هو استحقاق للشعب الفلسطيني تحصل عليه جراء الدماء الكبيرة، جراء الصمود الأسطوري، جراء المقتل الكبرى، جراء عدم قدرة الدول الأوروبية على تجاوز مسألة أن هناك إبادة جماعية تتم في قطاع غزة، وجراء الصرف الإسرائيلي. إذن هو حصاد لمقتلة كبرى، لملحمة كبرى، لدماء كثيرة وغزيرة سالت تحديدا في قطاع غزة، وطبعا في كل شعب، في كل وطننا الفلسطيني. رابعا، هل هذا الاعتراف سيوقف المذبحة؟ لن يوقف المقتلة، لن يدخل طعام، لن يقيم دولة، ولن يقيم سلام. وهذا ليس كلامي، هذا كلام ديفيد لامي نائب رئيس الوزراء البريطاني في مقابلة مع البي بي سي، قال بأنه الاعتراف رمزي، لن يدخل طعام، لن يوقف الحرب، لن يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، لكن هو رمزي. ومع ذلك نقول جيد. هذا فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية. هل هذه انتكاسة لإسرائيل؟ نعم، انتكاسة لإسرائيل. إسرائيل أصلا تريد أن تهيل التراب. كانت الإبادة هذه هدفها إلغاء القضية الفلسطينية عبر إلغاء الشعب الفلسطيني وإلغاء حقوقه وإلغاء كينونته وإلغاء أي تواجد له ديموغرافي أو سياسي أو اجتماعي أو يعني حتى السلطة الفلسطينية هم لا يريدونها. وبالتالي هذا مهم. هذا فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. الآن فيما بالمقابل، هذا هو المحور الثاني. هناك حديث عن تصاعد في، طبعا هذه انتهينا من المحور الأول. المحور الثاني مهم هو جدا، الحديث عن تصاعد حدة ووتيرة الخلاف بين إسرائيل ومصر. وهناك تقارير عن إكسيوس وفي الصحافة الدولية وكذلك المصرية الإسرائيلية عن توتر كبير في العلاقة بين مصر وبين إسرائيل. الحقيقة أنا أدعو للحذر في تتبع هذه التقارير. لماذا؟ أولا، على مدار السنتين الكاملتين الماضيتين من الإبادة لم يختلف المصريون مع الإسرائيليين على شيء. وعندما أقول مصريين أقول النظام المصري أو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. أولا، هو أول شخص خرج
في أول أسبوع من حرب الإبادة، واقترح على الإسرائيليين تهجير الفلسطينيين إلى النقب واستكمال أعمالهم. لماذا لا أثق فيه؟ يعني بغض النظر عن موقفنا، نحن نحب مصر ونحن أولاد مصر ونحن كل أصدقائنا مصريين. أتحدث عن الرئيس المصري، أتحدث عن النظام المصري، ولا أتحدث عن الشعب المصري. رقم واحد، أول شخص خرج في التلفاز وقال أنه يؤيد فكرة أو يقترح على إسرائيل تهجير الفلسطينيين إلى النقب وإجراء الإبادة أو الحرب. ثانيا، أنه على مدار سنتين أغلق السيسي الحدود أو معبر رفح، رغم أنه حتى شهر مايو لم تكن إسرائيل قد احتلت رفح وكان الجانب الفلسطيني هو المتواجد، ومع ذلك منذ اليوم الأول أغلقه، لم يدخل زجاجة مياه، أحكم الحصار. رقم ثلاثة، أن السلوك المصري إزاء سد النهضة على سبيل المثال، وهو الأمن القومي المائي المصري، على مدار 10 سنوات كان الرئيس المصري يقول بأنه لن يسمح بتهديد أمن مصر المائي، والحقيقة بعد 10 سنوات أقامت إثيوبيا سد النهضة والآن استولت على النيل. فأيهما أهم، النيل أم التهجير؟ رقم 5، كيف يمكن لي أن أتخيل بأنه سيكون هناك صدام أو هناك خلاف وفي غمرة حرب الإبادة تقوم مصر بتمويل الإبادة في إسرائيل؟ كيف؟ عبر توقيع عقد ب$35 مليار ليصب في خزانات المال الخاصة بنتنياهو وسموتريتش. وأيضا هذا الاتفاق المالي هو يضرب عرض الحائط، أو هو يشوه ويوجه ضربة شديدة يعني القسوة إلى الجهود مقاطعة إسرائيل. يعني إذا أوروبا بتدعو لمقاطعة إسرائيل، تأتي أكبر دولة عربية وتوقع اتفاق بمليارات الدولارات. خامسا، أن هناك تنازل تم من قبل صانع القرار في مصر عن أراضي مصرية، عن تيران وصنافير وعن عدد من الأراضي السيادية. فهل غزة أهم لصانع القرار من هذا الأمن القومي الذي تم التنازل عنه أو تم التفريط فيه أو تم التهاون فيه؟ ثم خرج تصريح من هيئة الاستعلامات العامة المصرية قالت فيه بأنهم سيحافظوا على اتفاق كامب ديفيد، بمعنى بأنه لا يوجد أي مؤشر. يعني رسميا مصر تقول انها ملتزمة باتفاقية السلام مهما حصل. القتل على مدار 2 مستمر. من يريد إيقاف التهجير كان يجب أنه يضغط منذ الأسبوع الأول لوقف الحرب، كان على الأقل يدخل المساعدات، كان على الأقل يغيث الفلسطينيين في الداخل حتى لا يضطروا لمغادرة أرضهم، كان على الأقل لا يسمح لإسرائيل بالوصول إلى حدوده والعربدة فيها واحتلال المعبر وتدمير وتفجير وإبادة كل المعبر رفح، يعني منطقة معبر رفح، وتوجيه دبابات أو فوهات المدافع إلى الأراضي المصرية مباشرة. وأخيرا أنه أيضا تهجير قطاع غزة سبقه تهجير أصلا لرفح المصرية، سكان رفح المصرية قامت به أيضا الرئيس المصري، قام بتهجير سكان رفح هذا في 2013 قبل أن يجري كل ذلك. إذن هو قام بتهجير سكان وأهل بلده، فكيف يمكن اليوم أن نقتنع بأنه ضد التهجير؟ إذن بموازاة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، بموازاة تغير في الرأي العام، بموازاة هذا الضغط الكبير، فإنه الحقيقة هناك مخاطر أيضا من التهجير الذي يجري على قدم وساق ويواصل نتنياهو تنفيذه. والحقيقة بأن هذه مسألة تحتاج إلى التنبه. تهجير حتى لو حصل، وأنا أقول الآن رغم المقتلة الكبرى والمذبحة الكبرى، فإنه لن ينهي القضية الفلسطينية، لن يعني تحسم إسرائيل الصراع بتهجير الفلسطينيين. لن يقبل كل الفلسطينيين بالتهجير، يعني هم 2 مليون، لو هجر نصف مليون هذا لو حصل، وحتى الآن هو لا يحصل، لكن إسرائيل ماضية فيه. التهجير لن ينهي القضية الفلسطينية وستتجدد مرة أخرى، وكل من تواطأ أو شارك أو ساهل أو وافق على التهجير سيدفع الثمن، وكل من قاتل، كل من وافق وساهم أو تواطأ في مسألة الإبادة الجماعية سيدفع الثمن. النصر والصبر لأهلنا ولشعبنا والفرج القريب بإذن الله تعالى.